السلام عليكم. يقولون أن الإسلام انتشر بالسيف، وهذا برأيهم يضع الإسلام في قفص الاتهام والمساءلة، ومن السهل بعد ذلك أن نعبد الطريق إلى الإلحاد. وللأسف ينبري البعض للدفاع عن الإسلام ضد ما يعتقدون أنه تهمة، وغالبا ما يكون هذا الدفاع محاولة فاشلة لجعل التاريخ الإسلامي ناصع البياض مع فراشات زهرية اللون وطيور حب تزقزق في الحاشية. ولأن المحاولة ركيكة ومتناقضة مع الكثير من الحقائق التاريخية التي يفتخر بها في مناسبات أخرى، فالأمر لا ينتهي بالفشل فحسب، بل ينتهي إلى الأثر العكسي. فعندما تدافع عن الإسلام بشراسة ضد هذا القول، فهذا يعني ضمنيا أنك تؤيد أن ما تنفيه هو جريمة وتهمة. وعندما تفشل في دفاعك لأسباب كثيرة، فأنت عمليا زدت الأمر سوءا. لا داعي للدفاع. نعم، الإسلام انتشر فعلا في بعض المناطق بالسيف، وهناك مناطق كثيرة جدا ومهمة جدا وذات ثقل سكاني مهم مثل جنوب شرق آسيا وسواحل أفريقيا لم ينتشر فيها بالسيف. لدينا الحالتان إذن، وعدد المسلمين الذين يعيشون في مناطق أسلمت بسبب التجارة والدعوة أكثر بكثير من الذين أسلموا في مناطق أسلمت بعد معارك حربية. فلا داعي للتشنج والتحسس من الأمر. لكن لا داعي أيضا لإنكار أن الإسلام قد توسع وقوي بالحرب، لأن هذا فيه تجاهل ليس لحقائق التاريخ الواضحة، بل التجاهل الأكبر هو لحقيقة أن كل تاريخ الإنسانية منذ أن بدأ التاريخ وحتى اليوم كان مليئا بالحروب. ورغم أن الأمر ليس جميلا، ورغم أننا كنا نتمنى لو كان التاريخ نزهة لصيد الفراشات، إلا أن هذا هو الواقع للأسف الشديد. منذ أن قتل قابيل هابيل إلى عهد الديمقراطية الليبرالية، الحروب ساهمت في دوران عجلة التدافع بين البشر. وبمعزل عن الشعارات المستخدمة والأهداف المعلنة، فقد كانت الحروب موجودة دوما. لماذا على تاريخ المسلمين أن يكون مختلفا؟ ما حدث بخصوص انتشار الإسلام حدث مع المسيحية كذلك بطريقة أو بأخرى. الإمبراطور قسطنطين تعاطف مع المسيحية وأتاح لها الانتشار وأغلق المعابد الوثنية، ومن ثم خلفه ابنه الذي حكم بالإعدام على كل من يعبد الأوثان. وحروب المسيحيين مع بعضهم عبر المذاهب المتناحرة استمرت لقرون. غالبا تكون الشعارات دينية والمصالح دنيوية تماما كما دائما. اليهودية كانت معروفة في فترة نشوئها الأولى بأنها ديانة محاربين، ونصوص ذلك لا تزال شديدة البروز في العهد القديم في الكتاب المقدس. البوذية أيضا، رغم كل ما نعرفه اليوم عن دعوتها للسلام، فقد انتشرت أولا عبر دعم ملوك فرضوها بالقوة على سكان الهند. الملك أشوكا مثلا قتل 18,000 من أتباع الديانة اليانية فقط لأنهم لم يعتنقوا البوذية. رغم أن الهندوسي الأشهر في العصر الحديث هو غاندي المعروف بلا عنفيته، لأن الهندوسية في تعليماتها مثل كل الأديان الحقيقة لديها نصوص وتعليمات صريحة بعيدة عن هذه الصورة الغاندية. هذه إذن الأديان الأكثر انتشارا اليوم، وكلها تشترك في أن جزءا من انتشارها كان مرتبطا بالسلاح أي الحروب أو بالسلطة التي فرضت الدين بالقوة. ولا أجد فرقا كبيرا بين الحالتين. كلنا في هذا سواء، ولا تعايرني ولا أعايرك، الهم طايلني وطايلك. قد يقول قائل: كل الأديان إذن تشترك في هذا، أليس من الأفضل تركها كلها؟ لا يا عزيزي، كل التاريخ بأديان وبلا أديان كان هكذا، بغض النظر عن أي شعار، سواء كانت الكشوفات الجغرافية أو طريق الحرير أو طريق التوأبل أو البحث عن منافذ تجارية جديدة أو اكتشاف قارة جديدة أو الثورة الصناعية أو الرأسمالية أو الاستعمار أو منابع النفط أو الشيوعية أو النازية أو الديمقراطية أو الليبرالية. كل هذه مثلها مثل الأديان استخدمت الحروب في الانتشار وفي بسط نفوذها وفي الدفاع عن وجودها. فإن كنت ترغب في ترك الإسلام أو كل الأديان بسبب استخدامها الحروب في تاريخ نشوئها، فعليك أيضا أن تترك كل منتجات الحضارة الإنسانية وكل أنماط حياتها المعاصرة، وأنت غالبا تنتمي لواحد منها. حسنا، هل نقول هنا أن الفتوحات الإسلامية التي تعودنا تمجيدها وتقديسها هي مجرد حروب مثل كل الحروب الأخرى التي مر بها العالم؟ فتوحات أو حروب أو استعمار، التسميات مجرد توصيف هنا، لكن الفتوحات كانت سياسة دولة، كانت جزءا من تاريخ المسلمين وليست بالضرورة جزءا من الإسلام.
وعلينا أن نفرق جدا بين الاثنين، بين تاريخ نحترمه ونفهمه ونستلهم منه الكثير، وبين دين نقدسه ونؤمن به. ولو دققنا في تاريخ الفتوحات خصوصا في بدئها لوجدنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يريد أن يتجاوز العراق إلى فارس. نعم، العراق وبلاد الشام كانت مهمة بالنسبة للدولة الناشئة لأنها امتداد وعمق للجزيرة العربية، لكن عمر رضي الله عنه كان يريد أن يتوقف عند هذه الحدود: الجزيرة إلى جنوبها، العراق شمال شرق الجزيرة، وبلاد الشام شمالها وشمالها الغربي. وكان يقول بوضوح: وددت لو أن بيني وبين فارس جبل من نار. وهذه الجملة عبقرية أخرى من عبقرياته. لم تتوغل جيوش المسلمين في فارس إلا بعد أن انهارت الدولة الساسانية عقب هزيمة الفرس في معركة نهاوند. وهكذا كان لابد من ملء الفراغ الذي لم يكن أحد يرغب في وجوده على الحدود مع الدولة الناشئة. وكذلك عمر لم يكن يرغب في العبور إلى مصر، وإلحاح عمرو بن العاص عليه في هذا الشأن معروف ومليء بالدلالات. لم يكن عمر متحمسا لتوسيع الدولة، بل أن محاولات عمر في إقناع أهل المدينة بحرب الفرس قبيل القادسية ورفضهم في البداية لذلك كانت تؤكد أيضا أن الفتوحات كانت وقتها قرارا سياسيا إداريا ثبت صوابه بالتأكيد. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرغب في تقوية الدولة الجديدة وتحصين وضعها، لكن التوسع إلى نهاية العالم لم يكن ضمن خطته على الإطلاق. ليس علينا أن نخجل من تاريخنا هذا، فهو مثل كل تاريخ الإنسانية، فلا داعي لوضع شعارات رومانسية مثل التي يروجها بعض الدعاة من أن هدف المسلمين كان إيصال رسالة المسلمين، وكانت جيوش العدو تقف حائلا دون ذلك فكان لابد من الحرب معها. انتشار الإسلام كان سيحدث بكل الأحوال، ولكن الحرب كانت أمرا أعقد بكثير من هذا الشرح. في الوقت نفسه علينا أن لا نسقط في فخ تقديس هذا التاريخ، واعتبار أن هذا القرار السياسي الإداري يجب أن يستمر إلى الأبد، وأن الوضع الطبيعي هو الحرب مع العالم كله. لكن قد تقول: إذا كان الأمر كله سواء في النهاية، فما الذي يميز الإسلام وحروبه؟ في الحقيقة أن نظرة سريعة على قائمة المجازر الكبرى في التاريخ، والمقصود هنا المجازر التي يذهب ضحيتها عدد يتجاوز 1000 من المدنيين وليست جنود في ساحة القتال، نظرة سريعة على هذه القائمة سنجد فيها غياب مهم للمسلمين لحين بدء الحروب الصليبية التي تذكر المصادر التاريخية وجود مجازر متبادلة فيها. متى إذن أول ظهور للمسلمين في قائمة المجازر؟ في القرن الثاني عشر الميلادي، بعد 5 قرون من ظهور الإسلام وتوسع دولته. بعبارة أخرى، لم ترتكب مجازر أثناء انتشار الإسلام. كانت هناك معارك ويسقط فيها قتلى بطبيعة الحال، لكن مجازر ينتقم فيها من المدنيين لم تحدث خلال فترة انتشار الإسلام وتوطيد أركانه. علما أن قائمة المجازر الكبرى تضم مجازر سبقت الإسلام في أماكن مختلفة من العالم، أي أن الأمر لا علاقة له بقلة عدد السكان في ذلك الوقت. ما الذي يعني هذا؟ يعني أنه كانت ثمة قيم أخلاقية في حروب المسلمين تلك، قيم أخلاقية ونوع من العدالة النسبية مقارنة بكل ما كان يحدث في تلك العصور، بل وأيضا بالمقارنة حتى بالوقت الحالي. وهذا شيء مهم. الحروب حقيقة لا يمكن التهرب منها، ومقولة الإسلام انتشر بالسيف ليست تهمة بالمطلق، فبعض الإسلام انتشر عبر الحروب فعلا، لكن هل كان سكان المناطق المفتوحة يجبرون على اعتناق الإسلام تحت تهديد السيوف؟ لم يحدث قطعا. أصحاب الأوثان وحدهم كان عليهم اختيار أي دين كتابي بضمنها الإسلام، وحتى المجوسية عملت كدين كتابي ولم يجبر معتنقيها على ترك ديانتهم. بالتأكيد كانت الجزية أحيانا تشكل عامل ضغط اقتصادي يدفع إلى اعتناق الإسلام، كما أن ظاهرة تقليد المنتصر عملت فعلها بالتأكيد في جعل الكثيرين يعتنقون الإسلام. لكن فكرة السيف المسلط على رأسك لتسلم، والتي طبقت مثلا في الأندلس بعد سقوطها بيد فرديناند وإيزابيلا، لم تكن موجودة تماما. إذن مقولة الإسلام انتشر بالسيف تعبر عن جزء صغير جدا من حقيقة أكبر، وتفحصها لا يجعل منها تهمة على الإطلاق.